في تصرفات بسيطة لو حصلت من سلفتك لازم تقفي عندها. مواقف بتبان عادية جدا، لكن الحقيقة إنها بتفضح غيرتها منك من غير ما تاخدي بالك. خليكي معايا للنهاية علشان أقولك أهم العلامات اللي تقدر تكشفلك إذا كانت سلفتك فعلا بتغير منك ولا لأ. تابعي الفيديو للنهاية علشان مهم جدا وهتتفاجئي في الآخر. أنا أسعد عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في مواقف لو عملتها سلفتك معاكي هتعرفي منها إذا كانت بتغير منك ولا لأ. تابع الفيديو للنهاية، هتلاقي أسرار محدش هيقولك عليها غير النضارة السوداء آسيا عبد الرحمن. أول حاجة ممكن سلفتك تعملها معاكي التقليل المستمر. يعني إيه؟ يعني كل ما تجيبي لبس جديد أو تعملي حاجة حلوة في بيتك أو تشتري حاجة جديدة تلاقيها بتسخر وبتقلل منك، وكأن الموضوع مش مهم وتكرهك في الحاجة اللي انت اشتريتيها. في حاجة كمان، دي لو لقت حاجة في بيتك عجباها لازم تشتري زيها. الغيرة ممكن توصلها لأي حاجة وكل حاجة ممكن تتخيليها. تاني حاجة هتلاقي سلفتك بتعملها معاكي المقارنة قدام العيلة. تلاقيها دايما بتقارن نفسها بيكي قدام أهل جوزك، أو تحاول تبين إنها أحسن منك، أحسن في الطبخ، في اللبس، في معاملة جوزها ليها. عايزة تبين إنها أحسن في كل حاجة، عايزة تبين قدامهم إنها أجدع منك، عايزة تبين إنها أجمل منك. المهم إنك تكوني جنبها ولا حاجة. تالت حاجة ممكن سلفتك تعملها معاكي التدخل في حياتك زيادة عن اللزوم. يعني دايما مهتمة تعرف تفاصيل حياتك أكتر من اللازم، وبتنقلها لأخت جوزك أو لسلفتك التانية، وتقعد تتكلم عليكي طول الوقت. وده بيبقى نابع من غيرة جواها، وإنها عايزة تفضل أحسن منك وأفضل منك. رابع حاجة ممكن تلاقي سلفتك بتعملها معاكي تلاحظي دايما إنها مش بتحب تشاركك في فرحك، سواء في خبر حلو أو مناسبة سعيدة، وتعمل نفسها مش مهتمة أو ما تعرفش. ولو حصل لك كرب أو مصيبة تلاقيها متجاهلاكي وعايشة حياتها وكأن ولا حاجة حصلت. عارفين مبدأ المصيبة صاحبها اللي يشيلها؟ هي عايشة على المبدأ ده. يعني ولا بتلاقيها في فرحك ولا بتلاقيها في حزنك، تجاهل وبرود وبس. خامس حاجة ممكن تلاقي سلفتك بتعملها معاكي المنافسة قدام الناس. تلاقيها فجأة عايزة تعمل الحاجة اللي عملتيها بس أحسن منك، أو تسبقك فيها حتى لو مش عادتها. يعني مثلا عملت أكلة جميلة وجوزها عجبته الأكلة دي وطلبها منك، ما هو زي أخوكي تديله عينيكي طبعا. تلاقيها اتضايقت وقالت لك لأ، قوليلي الطريقة وأنا هعملها لجوزي، وكأنك منافسة ليها مع إن الحقيقة هي اللي بتنافسك. سادس حاجة ممكن سلفتك تعملها معاكي الكلام الغير مباشر. يعني ايه؟ ترمي كلام كده على الماشي، يعني كأنها بتهزر، بس الكلام فيه استهزاء وتريقة ليكي على شكلك أو جوزك أو بيتك أو ولادك. بتتريق بس بهزار، حيلة ذكية برضه علشان ما تمسكيش عليها حاجة. سابع حاجة ممكن تلاقي سلفتك بتعملها معاكي الغيرة من معاملة أهل جوزك. لو لاحظت إن أهل جوزك بيعاملوكي كويس وبيحبوكي هتلاقيها بتتضايق وتتخنق، بس ما بتبينش، بس تحاول تلفت الانتباه ناحيتها أكتر. يعني مثلا قلت لأخت جوزك أنا جايلك الأسبوع الجاي، وأخت جوزك رحبت وفرحت جدا. سلفتك مش بتحب تروح لها أساسا، هتتضايق منك ومنها، وهتلاقيها بتقول لها أنا كمان جايلك. المهم إنها تلفت الانتباه ناحيتها. تامن حاجة ممكن سلفتك تعملها معاكي تقارن بين عيالك وعيالها. يعني ايه؟ يعني دايما تركز على ولادك، تقارن بين ولادها وولادك، وعايزة دايما ولادها أحسن وأشطر، وعايزة ولادها فوق وانت ولادك تحت. خدي بالك من ولادك وما تظهريش مميزاتهم قدام سلفتك. الغيرة للأسف ممكن تأذي ولادك، خدي بالك. آخر حاجة وأهم حاجة الحسد والحقد والغل. ممكن تحسدك على حياتك، تحسدك على جوزك، تحسدك على ولادك، تحسدك على عيشتك لو لقيتها أحسن من عيشتها، تحسدك على خروجة بتخرجيها مع جوزك،
يحسدك على فلوس شايلاها والفلوس تروح في لحظة، يقفلي على حياتك وما تتكلميش معاها عن حياتك أبدا. الكلام اللي هيفاجئك إن أهم حاجة تفكري فيها إن غيرتها ليكي مش ضعف منك، بالعكس ده دليل إنك مميزة وملفتة. المهم إزاي تتعاملي بحكمة من غير ما تخسري نفسك ولا علاقتك بيها. لو حسيتي إن المواقف دي موجودة عند سلفتك اكتبيلي في التعليقات إيه أكتر موقف واجهتيه، وما تنسيش تعملي متابعة علشان توصلك باقي أسرار التعامل مع الغيرة. استني هقولك حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.